طبعا أنا بشكر جميع التوجيه العملي والنظري النهاردة في الأقسام اللي أنا زرتها، حاجة بجد فخر لينا كلنا. هذا التعاون التام لصالح العملية التعليمية ولصالح طلاب التعليم الفني، لما هيلاقي المدرسين إيد واحدة، وبالتالي احنا ما بنفرقش بين العملي والنظري، لأن الطالب لما بينزل مواقع جايز بيحتاج العملي أكتر كمان، بيحتاج التطبيق النظري وبعد كده بيبدأ يطبق بإيديه. احنا النهارده ان شاء الله الحمد لله بدأنا ب5 أقسام النهارده، اللي هم الأقسام المعمارية اللي هي البناء والتشطيبات والخرسانة ونجارة العمارة والأعمال الصحية. والمدرسين طبعا السادة الأفاضل المدرسين المعرفي نزلوا واشتغلوا بإيديهم، وفي فيديوهات طبعا هتدل على كده، وأثبتوا طبعا إن هم الفيديوهات دي أثبتت إن فيهم فعلا 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 في ناس عندها مهارة الشغل باليد، مهارة الشغل بالعملي، وعشان خاطر مصلحة الطالب في الآخرين. بالتدريب ده لأن هو اللي هيرفع كفاءة المعلم النظري، ان هو يكون نظري يقدر يدرس المهارة في الورش والمواقع، لأن كنا عندنا مشكلة كبيرة في عجز المدرسين في العملي، فكده إن شاء الله هنقدر نسد العجز عشان توفير لميزانية الدولة إن شاء الله.